السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل تحلية خفيفة كده، حاجة تحلية ان شاء الله بإذن الله تعجبكم، مختلفة عن اللي احنا بنعمله. تمام. هنعمل تحلية بالشوفان، دقيق الشوفان. تمام. مكوناتنا ايه يا حبايبي؟ مكوناتنا موز متقطع كده لان احنا ان شاء الله هنهرسه، معلقتين كبار من السكر هناخد منهم برضو، وهنا معلقتين كبار من الكاكاو. تمام. وبيضتين، وهناخد برضو معلقة واحدة بس بيكنج باودر. وادي دقيق الشوفان عاملين فيه ايه؟ نقعينه في لبن لمدة نص ساعة. تمام يا حبيبتي. هنجيب تقريبا، هو كيس الشوفان موجود في السوبر ماركت، ممكن ناخد نصه، يعني بنشتري الشوفان علبة كده وناخد نص الكيس بس اللي جواه. تمام. دي الكمية اللي انا عاملاها. بنمنقوع اهوت زي ما انتم شايفين كده في لبن. تمام. منقوع لمدة قد ايه؟ لمدة نص ساعة. بس انا نقعته الاول، قلت عشان ما اخركوش معايا في الوصفة يعني. تمام. اهو منقوع جوه اللبن، بيبقى شكله زي ما احنا شايفين كده. تمام. وهنا هناخد معلقة واحدة برضو من الخل، ده كمحسن للكيك. تمام يا حبايبي. هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. او يا حبايبي زي ما احنا شايفين، احنا هنا جبنا دول صابعين 2 موز. تمام. هنبدأ نهرسهم بالشوكة زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام. انا لقيتها بصراحة مختلفة وجميلة، مختلفة، وبإذن الله ان شاء الله بقول لحبيبتي اللي سألتني امبارح على كيكة البرتقال، بإذن الله تعالى انتظريني في أقرب فرصة هعملها لك بإذن الله وهوريها لك ان شاء الله. واحدة من حبايبي المتابعين كانت بتسألني عن امبارح على كيكة البرتقال، بإذن الله ان شاء الله هعملها لك، وبإذن الله حبيبتي خطوة بخطوة معاكي وتطلع ناجحة وزي الفل. تمام يا حبيبتي. اهو زي ما احنا شايفين كده. نهرس الموز كويس جدا. تمام. كل حاجة هنعملها يا بالشوكة يا بالمعلقة، مش بإذن الله لا في مضرب ولا في ضرب، حتى المضرب اليدوي ولا أي حاجة من الكلام ده نهائي. نحاول بس نضرب الموز كويس عشان ما يبقاش فيه أي تكتلات. تمام. أهو هنهرس كويس. بصوا يا حبايبي كده هرسنا الموز، خليناه ناعم خالص زي ما احنا شايفين. هنعمل ايه بقى؟ هنسمي بسم الله وننزله في البوله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزله في البوله دي لان احنا هنستعمل في البوله دي. هنسمي الله ونحط بيضتين 2. بسم الله الرحمن الرحيم على الموز. تمام. اهو تمام يا حبايبي. اهو زي ما احنا شايفين كده. وهنعمل ايه؟ هنضرب تاني كده اهو، نخلي البيض يضيع خالص في الموز برضو. كل ما الحاجة تنعم معانا كل ما ان شاء الله بإذن الله تطلع نتيجتها جميلة وبإذن الله تعجبكم. احلى تحلية شوفان، سهلة وجميلة ومغذية، وما تخافيش منها ولا تخافي من السعرات الحرارية. تمام. اهو يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. هنا بقى هنعمل ايه؟ هناخد معلقتين من السكر اهو. ادي معلقة كبيرة اهو، وادي معلقة كمان. ليه معلقتين بس من السكر؟ عشان الموز اصلا مسكر، الموز فيه كمية سكر بسم الله ما شاء الله عالية، فاحنا مش هنكتر السكر. طب لو انت حابة تخليه معلقة واحدة مفيش مشكلة. طب مش عايزة تحطي سكر خالص برضو براحتك. انا حطيت معلقتين بس عشان الكاكاو اللي احنا هنحطه اللي هو الخام طبعا بيبقى ايه في مرارة شوية، فانا قلت عشان الولاد بس ايه ما يتأمروش عليا يعني. تمام يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. كده يا حبايبي دوبنا السكر زي ما احنا شايفين كده. على فكرة احنا مش هنحط اي مواد دهنية خالص في الكيكة دي، هي مقاديرها زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هنعمل ايه؟ هنجيب الكاكاو، وادي معلقتين كاكاو كبار اهو. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين كده. تمام يا حبايبي اهو. ونبدأ برضو نقلب كل حاجة، بنقلبها بالشوكة بالمعلقة، المهم ان مفيش مضرب ولا اي حاجة تتعبنا بإذن الله. تمام. هنبدأ ندوب الكاكاو. طبعا انتوا عارفين ان الكاكاو بياخد وقت شوية في الدوبان. هنعمل ايه بقى كمان؟ هنحط معلقة بيكنج باودر.
اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كل الباكو، هنحط بس تقريبا معلقه اهو. خلاص اهو. وهنبدأ ندوب الخليط بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننساش ايه بقى؟ ما ننساش المحسن بتاعنا اللي هو احنا بنستعمله دايما كمحسن كيك. معلقة واحدة بس من الخل اهو، مش كتير. تمام يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايبي. الخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفينه كده بقى، بسم الله ما شاء الله، كريمي خالص وناعم اهو. تمام. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ونقوم جايبين الشوفان اللي منقوع في اللبن زي ما احنا متفقين كده، ونبدأ ننزله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده حبايبي. وهنقول بسم الله ونبدأ نقلب الشوفان في كل المكونات اللي احنا عاملينها دي كأنه هو الدقيق بتاعنا. تمام. بالراحة خالص اهو. خدوا بالكم ان الشوفان هيبقى ناعم، مش هيبقى محبب ولا اي حاجة خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، احنا هنا خلصنا كل المنتج بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. بصوا ده اهو كده خلاص. زي ما احنا عارفين حطينا الشوفان، دي كانت اخر خطوه. تمام. هنعمل هنا ايه بقى؟ هنركن ده كده ثواني في جنب. هنجيب اي حجم صينيه يعجبك على حسب الكميه طبعا اللي انت عاملاها، ونبدا ندهنها ماده دهنيه زي ما احنا شايفين كده اهو، في الجوانب وفي كله زي ما احنا شايفين. ونعمل ايه بقى؟ نصب الايه، نبدا نصب الخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله زي ما احنا شايفين كده حبايبي. باذن الله وصفاتنا تعجبكم. دي حاجه مختلفه شويه، تحليه مختلفه شويه. ودي الشوفان طبعا زي ما احنا عارفين ان هو مغذي وينفع طبعا لبتوع الدايت. تمام اهو يا حبايبي زي ما احنا شايفين. ده القالب بتاعنا. هنعمل ايه ان شاء الله؟ باذن الله هندخله على درجه حراره 180 لمده نص ساعه. تمام. 180 درجه ان شاء الله لمده نص ساعه، وهنرجع لكم تاني بعد ما نسيب. بصوا حبايب قلبي، دي خطوه بس اختياريه، يعني يا تخلي الكيكه زي ما احنا عملناها وبس، اللي هي كيكه الشوفان، يا اما تعملي زي ما بقول لك كده. ايه هو بقى اللي احنا عملناه دلوقتي؟ جبنا حله حطيناها على النار، فيها شويه ميه وعليها طبق استانلس او المونيا اللي تحبيه، حطينا فيها شوكولاته زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بعد كده معلقتين لبن، ونبدا ندوب الشوكولاته جوه اللبن لحد ما تبقى زي الصوص، صوص الشوكولاته. ولما تطلع الكيكه هنبدا نسقيها بيها. دي يا حبايبي صينيه الكيكه بتاعتنا اللي طلعت، او بمعنى اصح يعني كيكه بالشوفان زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، طريه جدا واسفنجيه. بصوا حبايبي، وانا طبعا جربت فيها سكينه والحمد لله ما شاء الله مستويه من كل الاطراف ومن القلب كده زي الفل. هنبدا ان ايه، نعمل لها صوص الشوكولاته اللي انا وريته لكم دلوقتي، وان شاء الله نسقيه لها وهوريها لكم تاني باذن الله يا حبايبي. بصوا يا حبايبي الكيكه بقت شكلها جميله ازاي. بسم الله ما شاء الله. بصوا انا بس بحاول ان انا اوريكم اللي جنبها، وطريه جدا وجوسي. بسم الله ما شاء الله. بصوا حبايبي، بصوا منظرها جميله وطعمها تحفه، باذن الله تعجبكم. اكتبوا لي بقى تعليقاتكم الجميله، ودايما شجعونا كده وادعمونا. ما تنسوناش باللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان باذن الله كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم باذن الله يا حبايبي. بصوا